الجزء ده مهم جدا جدا جدا، انا مرضتش اعمل منه او اقص منه لان هو كله مهم. اول حاجه هنا لازم تبقى عارف تصنيف الامينو اسيدز طبقا للجزء الكيميائي. احنا بنقسمها الناتشورال واسيدك وبيزك. تعرف لي بقى الناتشورال الطبيعي ده هو 1:1، اما الاسيدك حامضي يبقى اللي بيغلب او الاكتر الاتنين كربوكسيل. البيزك الاتنين امينو اسيد اكتر من مين؟ من الكربوكسيل، يعني 2:1. يعني ده هتلاقيه 2:1 وده 2:1، بس تركز بقى الاتنين دي كربوكسيل ولا 2 امينو جروب على حسب ده. تمام. بالنسبه برضو للناتشورال تعرف لي الاسم بتاعها اللي هو الاليفاتيك امينو اسيد. وتعرف لي بعد كده بالنسبه للايه الهيفي ميتالز تعرف لي زي مين الهيفي ميتالز. اما اجي اقول لك اول اوف ذا فولوينج بيكون هيفي ميتالز اكسبت، اجيب لك الميركوري السيلفر وما الى ذلك. تمام. طيب تبقى عندك برضو الحته بتاعت الالكالويدات. اول حاجه عندنا هنا ايه؟ طبعا الريجيت فورم بتشكل لي الانسوليبل كومبلكس. خليك عارف بقى انها بتحمل شحنات ايه موجبه بوزيتيف ايه تشارجز. برضه هقول لك حته هنا الحته دي مهمه جدا تبقى عارف ان الجلوتاثيون ده بيشمل 3 جلايسين وسيتينايل وجلوماتايل. فاهمين؟ تبقى عارف بس ال3 دول. وظائف الجلوتاثيون كله وظائفه كله ايه؟ بيبقى ليه دور في امتصاص الامينو اسيدز مش عارف ايه. فاهم؟ تبقى عارف بعد كده ان هو ممكن اجي اقول لك اول اوف ذا فولوينج بيكون جلوتاثيون اكسبت، واجيب لك ال3 دول واجيب لك واحد غريب، فتبقى عارف ان لا دول ال3 امينو اسيد اللي بيكونوا ايه موجودين في الايه في الجلوتاثيون. برضه هقول لك على حته برضه هنا طبعا بدأ يجيب لك ايه عندنا في الجلوتا. بنقسمها لك جلوكوجينيك يبقى فيها ايه؟ فيها جلوكوز مشتقه من الجلوكوز. كيتوجينيك يبقى مشتقه من الكيتون. ميكسد يبقى من الاثنين. وانا اصلا لما كنت بشرح المحاضره دي بشرح تفصيلي، بس انا بقول ده عشان انا قلت هعمل ملخص زيتونه فتبقى زيتونه تحفه يعني فيها كل حاجه. هقول لك برضو على حته ده حفظ زي اسمك لان هم جايين لازم تعرف لي الاسينشال والنون اسينشال، وده نفس الحوار. برضو عندك هنا بيقول لك ايه من تبقى عارف انه النوت اسينشال اللي هو الديسبونسابل او نون اسينشال امينو اسيد دي هي نون اسينشال لان انا جسمي بيخلقها فمش محتاجها. تمام. ولو نقصت مش هتعمل ايه مشكله. وباقي وتعرف لما اجي اقول لك بقى ايه هي النون اسينشال فهو باقي الامينو اسيد، يعني اي حاجه غير دول تبقى نون اسينشال. فانا الاسهل ان انا احفظ دول عشان اي حاجه تاني غير دول يجيبها يبقى هي ايه نون اسينشال. خلاص يا شباب.